مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج زوموتو. كشفات اودي على جوج اصدارات من سيارات كيويت من فئه الاس يو في الكهربائيه، كيويت اي-ترون وكيويت سبورت باك اي-ترون. السيارتين كيتميزوا باوتونومي كبيره، صحه البطاريه اكبر وشحن باداء فائق. من ناحيه التصميم الاصدارين جاوا بديزاين جديد كيجسد الهويه الكهربائيه للصانع الالماني اودي، بحيث المقدمه جات باطار احادي مغلق مكون من عناصر خفيفه، وفي الخلف سبحت المصابيح متصله بواسطه شريط ضوئي. تم تجهيز سيارات كيويت جديده بتكنولوجيا متطوره بما في ذلك مصابيح اماميه بتقنيه ليد، شاشه لمس رقميه بمقاس 10.1 بوص، نظام قياده ذاتي من المستوى 2، والاهم من ذلك كاميرا المرايا الافتراضيه. تم تجهيز الكيويت اي-ترون والكيويت سبورت باك اي-ترون جديده بمحركين كهربائيين، كل واحد على كل محور بقوه اجماليه كتوصل ل 409 الحصان، وكتوفر نطاق تشغيلي كيوصل ل 571 كيلومتر لسيارات الاس يو في و594 كيلومتر لاصدار سبورت باك. وهي ايضا مجهزه بنظام استعاده الطاقه اللي كيسمح باستعاده ما يصل 30% من الطاقه الحركيه عند الضغط على المكابح. السيارتين كيتوفروا الان في المغرب باسعار اللي كتبدا من 900 الف درهم لسيارات كيويت اي-ترون و 960 الف درهم لسيارات كيويت سبورت باك اي-ترون. ومن جهه اخرى شركه كيا في المغرب قامت باطلاق اول سياره كهربائيه 100% لها، واللي هي سيارات الاو في 6، واللي من خلالها العلامه التجاريه الكوريه كتبصم على حقبه جديده من التكنولوجيا المتطوره وكهرباء السيارات. السيارة كتوفر رحابة اللي كتليق بسيارات الدفع الرباعي مع تقديم شكل سيارات الكوبي والأداء العالي. الجزء الداخلي مصمم بمواد متينة وبطريقة مبتكرة، كتمنح الاو في 6 تجربة قيادة مبتكرة بفضل المعدات المتوفرة مثل الشاشات المنحنية، نظام الصوت ميريديان المزود ب 14 مكبل الصوت، وتصميم الصوت النشط ASD. السيارتين متوفرة بنسختين جي تي لاين بقوة 385 حصان ونسخة جي تي بقوة 585 حصان بنظام الدفع الرباعي. نسخة جي تي لاين كتقدم أداء من الطراز الرفيع بحيث كتسارع من 0 ل 100 كم في الساعة في ضرب 3.5 ثواني، والسرعة ديال 260 كم في الساعة. الاوتونومي ديال او في 6 كيبلغ 528 كم الجي تي لاين و 569 كم الجي تي. اما بالنسبه للاثمنه فكتراوح ما بين 679 الف درهم لنسخه جي تي لاين و 979 الف درهم للنسخه الرياضيه جي تي. سالات الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في الحلقه الجايه.